السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد من مؤسسه المملكه للمستلزمات عنابر الدواجن. فيديو النهارده ان شاء الله على لوحات التحكم واوردرات شركه الشحن. معانا حضراتكم اوردرات خارجه شحن ان شاء الله. طبعا حضراتكم اللوحه 3 مرحله، خارج معاها شفاط 60 في 60 الصيني مواصفات الاتحاد الاوروبي، خلايا تبريد متر في متر، سمك 15. صلي على محمد، صلي على محمد. هنا طبعا حضراتكم الغاطس الخاص بخلايا التبريد، غاطس 130 واط الهندي. واوردر تاني حضراتكم خارج معاه شفاط 50 في 50 وعلافات سمان وادراج سابله. طبعا فتحنا كرتونه الشفاط وحطينا فيها علافات السمان وقفلنا الكرتونه، وطبعا غلفنا الكرتونه بادراج السابله عشان العميل ما يدفعش شحن كتير. اوردر تاني حضراتكم معانا هنا في الشوال موجود سقايات وعلافات والقباط الخاص بخطوط النبل. ده حضراتكم اوردر خارج برده مع الشوال، موجود القباط في الشوال ومعاه خارج كمان الشبك 20 متر الشبك الواسع. وفي اوردرات تانية لسه حضراتكم يعني بيتم تجهيزها ان شاء الله. طبعا حضراتكم اللوحه معانا 3 مرحله راكبه عليها ترموستات فوكس كوري 2001 دي لتشغيل دفايه وشفاط وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على الشفاط للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. الشفاط حضراتكم بياخد امرين، الامرين اوتوماتيك. الامر الاول من الترموستات في حال ارتفاع درجات الحراره تنخفض معانا يقلب اوتوماتيك تايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. وتايمر تاني حضراتكم شغال لخلايا التبريد، ولمبه لقراءه الفولت ومفتاح الطوارئ بنضغط عليه لا قدر الله في اي مشكله بيقطع الكهرباء عن اللوحه. بنشوف حضراتكم طبعا التقفيل من الداخل. طبعا العميل طالب هيشغل على اللوحه هيتر 6 كيلو، بناء عليه ركبنا كوندكتور 40 امبير، كوندكتور كوري متوصل بسلك 6 مللي، وراكب عليه مفتاح الامان الخاص بالكوندكتور. زي ما وضحنا لحضراتكم اعلى تامين للوحات التحكم. هنا لو الامبير عالي او الكهرباء انخفضت او الكوندكتور سخن او السلك سخن، على طول المفتاح يفصل الكهرباء عن الهيتر. هيشغل هيتر 6 كيلو، ركبنا كوندكتور 40 امبير كوري، وكوندكتور الشفاط 12 امبير كوري، وكوندكتور خلايا التبريد 12 امبير كوري متوصلين حضراتكم بسلك سويد اصلي. هنا ال 2 مللي متوصلين بترامل، والسلك المغذي للوحه بالكامل سلك سويد اصلي 6 مللي متجمعين على مفتاح قاطع ثنائي 40 امبير هونداي كوري. طريقه التوصيل زي ما واضح امام حضراتكم، اول حاجه من على اليمين توصيل الدفايه، توصيل الشفاط، توصيل خلايا التبريد، مدخل الكهرباء العمومي. وهنا طبعا حضراتكم معانا الحساس اللي بيكون خاص بالترموستات الفوكس الكوري، بيكون دقيق جدا في قرايه درجات الحراره وتظبيط درجات الحراره سواء صيف او شتاء اوتوماتيك. زي ما وضحنا لحضراتكم فيديوهات كتير، التامين يكون على اعلى مستوى الخاص بلوحات التحكم. دي اللوحه حضراتكم خارجه معانا شحن ان شاء الله، وخارج معاها الشفاط وخلايا تبريد. معانا لوحه برده هنا 3 مرحله برده، دي استلام حضراتكم من المؤسسه ان شاء الله. العميل يعني ما لحقش يستلمها من المؤسسه قبل العيد، فالمتوقع ان هو هيجي النهارده يستلمها ان شاء الله. هيتم تجهيز حضراتكم بقيه الاوردرات الخارجه معانا شحن ان شاء الله، وهيتم الشحن النهارده ان شاء الله. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ويوجد شحن لجميع المحافظات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.